اللي كان هيحصل كده كده. لكن أسوأ حاجة عملها البشوات الثلاثة كانت مجاعة الشام، والقصة دي من القصص المنسية في التاريخ، وإن شاء الله نعمل فيديو عنها قريب. في الوقت ده كانت فرنسا وبريطانيا عملوا حصار على سواحل الشام ومنعوا دخول أي مواد غذائية كنوع من الضغط على الجيش العثماني. لكن المشكلة دي وبرغم إنها كبيرة بس كان حلها بسيط، إن جمال باشا يتابع بنفسه عملية توزيع الغلال اللي موجودة في الشام لحد ما الأزمة تعدي والحصار يتفك، وبعدها يبقى يتصرف ويجيب غلال من مصر او من السودان. لكن جمال باشا جمع كل الغلال اللي كانت موجودة في الشام في الوقت ده علشان يزود بيها الجيش بتاعه، وساب الشعب من غير اي محاصيل. وبتحكي بعض المصادر التاريخية ان التجار حاولوا يستغلوا الازمة ويرفعوا الاسعار على الشعب، لكن جمال باشا ما عملش حاجة، بل ان في بعض المصادر بتقول ان جمال باشا كان بياخد من التجار دول هدايا، ولان الله لا يصلح عمل المفسدين، كل اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني، علشان تهاجم في الوقت ده اسراب الجراد محاصيل المزارعين الشاميين وتقضي على كل المحصول، والبلد حرفيا ما يبقاش فيها رغيف عيش الا الغلة اللي موجودة في مخازن الجيش العثماني. لكن جمال باشا ما عرفش يتصرف وساب الناس تموت. الكارثة الإنسانية دي مات فيها أكتر من 300,000 إنسان، وانتشرت الأمراض بشكل كبير والناس بقت بتاكل أوراق الشجر من الجوع، وكل ده كان جزء بسيط من اللي عملوه البشوات الثلاثة في الدولة العثمانية. وبعض المؤرخين بيشوفوا إن الدولة العثمانية ما كانتش محتاجة تدخل الحرب دي، بل إنه كان هيبقى أفيد لها لو ما دخلتش الحرب، عملا بمبدأ اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. يعني كل اللي بيتحاربوا مع بعض دول أعدائها، حتى ألمانيا ما كانتش حليفتها قبل كده. ولو كانت الدولة العثمانية سابتهم يدبوا في بعض وبعد الحرب تشوف أراضيها اللي راحت منها وتردها، لأن بعد الحرب كل الدول دي هتبقى منهكة وما عندهاش موارد. لكن بعد خسارة الحرب طبعا البشوات اللي خربوا الدنيا كلهم هربوا. طلعت باشا ومعاه أنور باشا هربوا على ألمانيا، وجمال باشا مات مقتول وسابوا وراهم دولة منهارة، دولة